مرحبا بكم في عالم هاري بوتر، الحلقة الخامسة والأخيرة. صراحة ما سخيناش بكم، وهذه راه ماشي آخر مرة اللي غادي نتلاقاو فيها، بالعكس هذه يلاه البداية وباقي الخير إن شاء الله لقدام. المهم قبل ما نبداو كيف ديما ما تنساوش ترجعوا للحلقات الأولى، تفرجوا فيهم، بارطاجيوهم مع أصحابكم اللي انتيغيسي بحال هاد المواضيع هادو. في الحلقة السابقة هضرنا على الأفلام الجاية ديال هاري بوتر، يعني الأفلام القادمة اولا المسلسلات، حيتاش كما سبق وشرنا ليه بانه الشركه ديال ماكس كتوجد في واحد المسلسل قدو قد السخط عن افلام هاري بوتر. اليوم غادي نختموا السلسله ديالنا عن افلام هاري بوتر، قصه الكاتبه جي كي رولين كاتبه افلام هاري بوتر اولا روايه هاري بوتر، من الفقر والاكتئاب الى اغنى كاتبه في التاريخ. ما تنساوش الضغط على الزر الاحمر باش يولي قري، فعلوا الجرس، ديروا لنا واحد التعليق زويون باش يدعمنا نوصلوا ان شاء الله. يلا ونبداو. واش في راسكم العالم السحري لسلسله هاري بوتر خرج من رحم المعاناه والفقر، بحيث انه الكاتبه ديال الروايه طلقات من راجلها وعاشت ظرفيه ديال الفقر والاكتئاب، وزيد عليها عندها مشاكل عائليه مع باها. وحاليا هاد الروايه هادي والكاتبه تعرفهم الصغير والكبير. الافلام والروايه ديال هاري بوتر حققوا نجاح كبير في العالم، بحيث انه تعتبر هاد الروايه هادي ديال هاري بوتر هي الاكثر مبيعا في التاريخ ديال الادب البشري. سنة 1965 جي كي رولين غادي تخرج للوجود من اب سميتو بيتر رولين والام سميتها ان، عندها اختها اللي كتكبر عليها بعامين. جي كي رولين والسميه الحقيقيه ديالها جوان. كان عزيز عليها كتابة القصص ملي كانت صغيرة، وكانت أول قصة ليها كتبتها على واحد الأرنب ما خلاوهاش والديها باش تربيه، وفي ديك الوقيته يلاه عندها 6 سنين. جوان أولاد جي كي رولين ملي كانت عندها 9 سنين اضطروا الوالدين ديالها لظروف عائلية أنهم انتقلوا للريف ديال إنجلترا. المهم جوان غادي تدخل للمدرسة، ومن صغرها كان عزيز عليها الدراسة، وفي 18 عام انتقلت جوان للجامعة إكستير اللي كاينة في إنجلترا. المهم بعد بزاف ديال الدراسة جي كي رولين تحصلت على الإجازة في الفرنسي والأدب الكلاسيكي، وخدمات كمترجمة في منظمة العفو الدولي، وكان كل شيء مزيان. ولكن غادي تبدل كل شيء ملي غادي تسافر للبرتغال، وهنا غادي تلاقى مع واحد الراجل واللي غادي يصير الزوج ديالها. ملي تزوجوا بدات العلاقه شي شويه كتزعزع، وكان الزوج ديال جي كي رولين تيتكرفص عليها ديال بصح، وهذا الشيء اللي خلاهم انهم يطلقوا. ملي رجعت جي كي رولين للدار ديال والديها لقات الوالده ديالها توفات الله يرحمها، وهذا الشيء بسبب واحد المرض اللي كان فيها قبل واللي خطير وخطير بزاف. المهم ملي سالا العزاء ديال امها خرجت جي كي رولين من دار والديها، وهذا الشيء بسبب التوتر اللي كان ما بينها وبين باها. جوان هزات الطفله الصغيره ديالها وخرجت للشارع. جي كي رولين تحطمات ديال بصح، عدم استقرار، خساره اب وام وخساره الزوج، زائد انها مع طفله صغيره وفي خطر. المهم كانت جي كي رولين جالسه في واحد التريطوار ديال واحد الشارع لا حنين لا رحين، وهي كتفكر في الحل ديال هذه المشكله هذه، وهي كتفكر تذكرات بانه راه عندها واحد الاخت ديالها واللي كاينه في ديك الوقيته في واحد المدينه سميتها ديمبرا. جي كي رولين ما تردداتش نهائيا، مشات ديريكتومون لعند اختها، وفعلا حتى الاخت ديالها رحبات بها وخلاتها تسكن معاها لوقت مؤقت قد جما تلقى شي حل للمشكل اللي طاحت فيه. المهم جوان كانت محنسره ديال بصح، جمع عليها الفقر وزيد عليها تصابت بالاكتئاب. المهم مشاكل تجمعوا عليها في خطره. في واحد النهار كانت محبطه ديال بصح، فقد الامل في الدنيا. كانت جالسه في واحد التريطوار ديال المحطه كتسنى في التران اللي غادي يوصلها من مانشستر للندن، وكانت جالسه كتفكر طاحت عليها واحد الفكره عجيبه وغريبه في نفس الوقت. والفكره كانت عباره عن انها تكتب واحد الروايه على واحد المدرسه سحريه، ومع التران باقي معطل شي شويه جوان اولا جي كي رولين جالسه وكتفكر كيفاش غادي تكون البدايه ديال هذه الروايه هذه. وفعلا ديك ساعتين اللي بقات باش يوصل التران توصلات رولين لكيفاش غادي تكون الروايه وعلاش غادي تبنى. الفكره كانت عباره عن انها غادي تكتب الروايه على واحد البيرسوناج اللي هي عباره عن طفل صغير، يعني كان من المفترض انه يموت في واحد المعركه سحريه، وصافي هكذا غادي تبنى الروايه على المغامرات اللي غادي يعيشها الطفل هذا
في المدرسه ديال هاغوردز او المدرسه ديال السحر. رولين بدات كتكتب الروايه ديالها، ومن بعد 5 سنين ديال التحنسير والفقر والاكتئاب، جوان اولا جي كي رولين غادي تكمل اول جزء في الروايه واللي هو هاري بوتر اند ذا فيلوسوفر ستون. هزات جي كي رولين الكتاب ديالها وداتو لدور النشر الاولى، ما قبلوش. خرجات وداتو لدور النشر الثانيه حتى هما ما قبلوش. وصلات ل 11 دور النشر ما قبلوش الكتاب ديالها، حتى فقدات الامل وقررت انها تحاول اخر مره. مشات لواحد دور النشر سميتها بلونزباري، حطات لهم الروايه وقالت لهم راه انا فقيره وما عندي باش نطبع الروايه، ها هي عندكم الا بغيتو تنشروها. خرجت وهي فقد الامل ومشات للدار ديالها. الرئيس التنفيذي للشركه ديال دور النشر جا معاه الكتاب للدار وقرا المقدمه ديال الروايه وما عجباتوش، وخاف لا ينشروا هذا الكتاب هذا ويضيعوا فيه. المهم حط الروايه في واحد الطابله في الصالون، شفتها البنيه الصغيره ديالو وهي خداتو كتقرا فيه. كملات الكتاب في وقت وجيز وبدات كتعاود للوالدين ديالها التاثر الكبير ديالها بهذا الروايه هذه. ولات البنت ديال هذا المدير كتفكر مزيان وعندها افكار خياليه. باها يعني المدير التنفيذي ديال دور النشر هز الروايه وبدا يقرا فيها حتى هو، حيتاش كيفاش البنيه ديالي تاثرات بواحد الكتاب بحال هذا. حتى هو عجباتو الروايه واتصل برولين وقال لها غادي ننشروا الروايه ديالك وطبعوا فيها فقط 1000 نسخه، حيتاش خايفين من انها ما تلقاش اعجاب كبير من عند الجمهور. ولكن الروايه ملي خرجت للسوق دارت بالباله ديال بصح. الناس تيديروا صفوفه كبار قدام المكتبات باش يشريو الروايه ديال هاري بوتر. دور النشر اللي سميتها بلونزباري زادتو كتطبع في النسخ الاخرى من الروايه. الكاتبه جي كي رولين غادي تبدل الحياه ديالها 180 درجه بسبب هذه الروايه هذه. الكاتبه جي كي رولين من الفقر، المعاناه، الاكتئاب، الى اغنى كاتبه في العصر. الكتاب ديال هاري بوتر واحد من اكثر الكتب مبيعا في التاريخ، 500 مليون نسخه تباعت في الجزء الاول. وبسبب النجاح ديال الجزء الاول من الروايه جي كي رولين غادي تشجع وتكتب 7 ديال الاجزاء من هذه الروايه هذه، ومن بعد غادي يتحولوا هاد 7 ديال الاجزاء هادو ل8 ديال الافلام السينمائيه اللي حققت مبيعات كبار في التاريخ ديال السينما. وهكذا ولات جوان رولين اعظم واغنى كاتبه شهدها التاريخ البشري. صراحه هذه القصه ديال العبره وخاص الانسان انه يتشبت بالحلم ديالو ايا كان. وصلنا للنهايه ديال السلسله ديالنا عن افلام هاري بوتر. صراحه ما سخيناش بكم وراه باقي الخير ان شاء الله لقدام. ما تنساوش تبارطاجيو هذه السلسله هذه مع الاصدقاء ديالكم اللي انتريسي بالسينما والكتابه ديال القصص الى اخره، اولا بارطاجيوها مع موالين الدار. يعني راه فيها بزاف ديال الفايده في هذه السلسله ديالنا هذه. ما تنساوش تدعمونا بلايك سبسكرايب، خليو لنا الاراء ديالكم في التعاليق باش يوصلكم اي جديد واي سلسله جديده. كان معكم رضوان الطواب. تهلاو اخوان، تهلاو فيه، راه واعر انا اللي تنصورو كاميرامان. تهلاو. تحيه للكاميرامان. هذه السلسله هذه دازت بخير وعلى خير. تهلاو.